عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في بيت العيلة؟ النهاردة عندي حلقة هتعجبكم جدا في الوقت الشتاء اللي احنا فيه ده وكل الأطفال بيحبوهم. النهاردة هعمل لحضراتكم مكرونة في الطواجن، وزي ما حضراتكم شايفين كده الطواجن اهي موجودة. أنا عندي كمية تانية من الطواجن عشان انتوا عارفين أنا في بيت العيلة، بس بروكم كمية مقدار صغير. ودي عندي صدور فراخ، عندي الفراخ بجيبه بعمل الصدور لوحده وبقسمها كده عندي في التلاجة. وعندي هنا بصله مبشوره كبيره، حطيت عليها نص معلقه ملح فلفل، وحطيت عليها معلقه بهارات وقلبتهم في بعض. وهنا عندي فلفل اخضر مع قرون شطه، والشطه حسب الرغبه. وهنا عندي معلقتين ثوم مطحونين. وهنا عندي كيلو قوطه عصرتها في الخلاط وصفيتها. بالنسبه هنا حبايبي الفراخ، اول حاجه هجيب ليمونه. انا بحب احط ليمون على الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، ليمونه واحده كده اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط عليها معلقه خل، معلقه واحده كده اهو. دلوقتي يا حبايبي ادي المقادير. دلوقتي هروح مع حضراتكم على البوتاجاز عشان اشوح الفراخ مع البصل والثوم مع القوطه. تمام، وحضراتكم تابعوني بقى. ايوه حبايبي، هنا حطيت معلقه زبده وحطيت عليها شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش، او معلقه سمنه بلدي. واللي مش عنده زبده ولا سمنه بلدي ينفع الزيت العادي. وزي ما حضراتكم شايفين انا بشتغل في وقت واحد. وهنا الحله الثانيه حطيت برده معلقه زبده وشويه زيت، ده التومه اللي هحط عليها القوطه. تمام، حضراتكم تابعيني. اول حاجه هنا اول ما الزيت بس يتقدح دقيقه واحده. يا حبايبي انا النهارده بعمل لكم طواجن مكرونه بنوعين من المكرونه، نوع اللي هو مكرونه اقلام او نوع المكرونه الصغيره. ولو عايزين مكرونه سباكيتي تنفع، اي نوع مكرونه حضراتكم هتحطوها في الطاجن هتنفع. ودي طريقه سهله جدا ما بتاخدش اي وقت. دلوقتي ادي يا حبايبي هنحط الثومه هنا اهو. ادي معلقه الزبده اللي قلت لحضراتكم عليها مع معلقه زيت او كميه زيت قليله جدا اهو. هنتابع. وحطيت على طبعا الثوم ده من اول ما دقيته حطيت عليه شويه ملح وفلفل صغيرين. اول ما الثومه هنا تصفر هحط عليها القوطه. انا بشتغل في وقت واحد عشان اخلص بسرعه. على فكره هنا الثومه لما نحط عليها القوطه يا حبايبي احنا مش بنخليها تتسبك، احنا بنخليها تغلي بس ما نخليهاش تتسبك. والناحيه الثانيه طبعا عندكم كاتل تشغلوه تحطوا فيه ميه، او تحطوا مثلا براد ميه سخنه، علشان لو القوطه مثلا كميه كانت قليله على المكرونه بنزودها ميه سخنه. لازم ميه سخنه، ان اللي انت لو حطيتي ميه ساقعه هتعجن المكرونه. بصوا حضراتكم انا عيني هنا مع الثوم، وادي الناحيه الثانيه الزبده هنا برده هي سخنت. احط عليها الفراخ عليه ليمونه وعليه معلقه خل زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقعد نقلبها كده نشوحها نديها الصدمه اهو. وعيني طبعا مع الثومه الناحيه الثانيه. زي ما بقول لحضراتكم دي صدور فراخ او بانيه. لو عند حضرتك بانيه ينفع بانيه تجيبيه وتقصيه مكعبات، هتسيبيها كده قد ربع ساعه. هبص حضراتكم التومه شايفين لونها اهي كده كفاياها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه تحطي القوطه هنا تحيقيها. تحطي شويه ملح وفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما تغلي هنطفي عليها. تمام. والفراخ احنا دلوقتي شغالين ادي مع الفراخ قدام ربع ساعه كده على اساس يدي درجه التحمير. زي ما حضراتكم شايفين كده شبه استوى. طبعا مع معلقه الزبده وشويه الزيت اللي احنا حطيناهم، والليمونه اللي كنت حطاها على الفراخ. الليمونه دي حسب الرغبه، بس انا حبايبي بحب لما اشوح الفراخ كده بحط عليه عصره ليمونه بتدي طعم جميل. ودي زي ما بقول لحضراتكم البصل اهو معايا. هقلبه بقى مع الفراخ واسيبهم برده قد 10 دقايق تاني. والقوطه الناحيه التانيه اهي قربت تغلي.
اول ما تغلي هطفي عليها. اهو الفراخ ده كمان 10 دقايق اسيبه على البوتاجاز ويبقى كده جاهز. اللي احنا هنعمل الطواجن بسرعه بعد كده. حضراتكم تابعوني. ايوه يا حبايبي، دلوقتي الفراخ خلاص كده درجه السوا اللي انا عايزاها. هحط عليها الفلفل بقرون الشطه، ولو طبعا عندكم فلفل الوان متوفر، معلش انا ما عنديش، مش متوفر فلفل الوان دلوقتي، هتبقى اجمل طبعا. تقلبوها تقليبتين وتدفع عليها. انا عايزه الفلفل لونه مخضر كده، عايزه يكمل السوا مع المكرونه، يعني ما تخلوش يستوي على البوتاجاز. دلوقتي يا حبايبي هطفي، وادي القوطه زي ما حضراتكم شايفين غليت، هنزلها في نفس اللحظه عند الطواجن على طول. الفرن شغال حبايبي. ادي معايا الفراخ بالفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كده طبقه فراخ من تحت، هقسمه طبعا على الطواجن الموجوده معايا. ادي الفراخ كده اهو من تحت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعتهم جميله جدا. بعدين يا حبايبي احط المكرونه. ادي عندي المكرونه زي ما حضراتكم شايفين. ادي المكرونه. نخفف شويه هنا. ادي نوع تاني مكرونه اهو. ده على حسب ايه اطفالكم. في اطفال بيحبوا المكرونه الاقلام دي، في بيحبوا المكرونه دي. لو عايزين كمان مكرونه سباكيتي يا حبايبي ينفع. وهنا دي عندي جبنه. جبنه دي جبنه ممكن اي جبنه، خلطه جبنه انواع. بعد ما المكرونه تستوي هطلعها من الفرن وارش عليها جبنه وادخلها تاني. بصوا يا حبايبي، ادي الصلصه زي ما قلت لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصه دي طبعا انت حاطه فيها بهارات الفراخ او بهارات اللحمه تنفع، المتوفر عندك. بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، بس عشان ايه الصلصه تنزل لغايه تحت. انا عاملاها بطريقه التوم جميله جدا وريحتها تحفه يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه حبايبي، ادي الطواجن زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي حطيتها في الفرن، ولما اكمل سواها هتابع مع حضراتكم. اول ما تستوي اخرجها، احط عليها المكرونه. ده بعد ما تستوي اطلعها، احط عليها الجبنه، وبعدين ادخلها تاني 5 دقايق واخرجها، وبالهنا والشفا. ايوه حبايبي، دلوقتي المكرونه خرجت والحمد لله استوت وبقى طعمها جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. ادي اللي هو المنظر اللي هي بالجبنه، وادي زي ما حضراتكم شايفين جميله جدا جدا جدا. الطعم ما شاء الله عليها. وادي المكرونه استوت وبقت جميله. ادي اللي بالجبنه، ده اللي من غير جبنه. بصوا حضراتكم، هقلبه هنا على الطبق دقيقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اللهم صل على النبي عليه. اهو اللهم صل على النبي. ده اللي هو المقلوب. وادي بصوا حضراتكم، بصوا المكرونه ما شاء الله اهي. بصوا حضراتكم اهي بتتقطع ازاي. بصوا اهي، اللهم صل على النبي. بصوا الفراخ جميله جدا. وادي اللي عايز ياكلها في الطاجن، ودي اللي عايز ياكلها في الطاجن. وبالهنا والشفا. اكله جميله، ريحتها جميله، وبالهنا والشفا. يا رب حلقتي تنول اعجابكم. وسخنه اهي، بصوا جميله جدا في الشتاء. ده اكله 10 على 10. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.